الله 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 الله، يا ساتر يا رب. اول ما تيجي تدوس فرامل وتلاقي البدال بينزل معاك للاخر، ده معناه ان ماستر الفرامل ده بايظ. طبعا عبقريين هيجي يقول لك ده ممكن يبقى فيه الخلصان وممكن يبقى الماستر الخلف بايظ والكلام ده. لا، ما تسمعش كلام عبقريين. ماستر الفرامل ده ينقل الحركه من قدام، اول ما بتدوس الدواسه يضخ الزيت بيوزعه على العجلات كلها، ودي اسمها حركه هيدروليك. بعد ما بتتنقل الحركه الزيت بيتوزع، فبيبتدي يضخ لكل عجله الزيت اللي محتاجاه عشان التير يقفل على الطنبور. ايه اللي بيبوظ الماستر بقى؟ ان انت تحط يا اما مواصفه مختلفه عن الزيت اللي المفروض يتحط في العربيه او زيت تالت. المواصفه دي هتلاقيها في حتتين، يا اما على الغطا ده مكتوب عليه دوت 3، يا اما على الكتالوج. يجي بقى يا عم اتش عبقريين ويقول لك ايه، اجري بسرعه روح هات لي اصلاح للماستر. انا بقى عايز اقول لك ان ما تغيرش اصلاح لماستر الفرامل العمومي، غير الماستر بالكامل سواء جيته اصلي او بديل. وهرجع واقول لك ان الفحص السريع والمبدئي للاعطال بيكلفك ويغرمك اكتر بكتير من اللي المفروض تدفعه. ولو احتجت اي حاجه انت عارف هتعمل ايه، اسال محر.